معجم الغيبة والظهور. غيداقة. الغدق المطر العام الكثير القطر، وسنة غيداقة أي كثيرة المطر. وقد ورد في روايات الغيبة والظهور عن الإمام الصادق عليه السلام أن قدام القائم لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في النخل، فلا تشكوا في ذلك. وربما فسدت الثمار من شدة المطر أو احتمال حدوث الفيضانات التي ستعم أرجاء المعمورة، والتي ستبقى آثارها مدة طويلة بسبب عدم انحسار المياه من بين البيوت والطرقات والأراضي التي تزرع فيها المحصولات. ومرد ذلك إلى عبث الإنسان بالطبيعة الذي سيحدث اختلالا في التوازن المناخي بين فصول السنة، مما سينتج عنه أيضا هطول أمطار في غير أوانها. فقد ورد: إن قدام الإمام المهدي مطر في أوانه وفي غير أوانه. وسيسبب ذلك فساد المحصولات الزراعية وإصابة دورة الحياة بشلل تام، ينتج عنها حدوث مجاعة عامة وغلاء في الأسعار، بحيث لا يستطيع المرء أن يطعم عياله أو يجد قوت يومه. على أنه وعند قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيرتفع كل ذلك، وسترى الأرض بركات المطر لا عذابه. فعن سعيد بن جبير قال: إن السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر الأرض 24 مطرة، ترى آثارها وبركاتها إن شاء الله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات.